ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدين ويتش، واحنا النهارده جايين نتكلم عن السبت الممتاز اخيرا بعد غياب اسبوعين للتوقف الدولي وفانتازي الدوري الانجليزي وشويه لعيبه كده نجيبها وهنكابتن مين في الجوله دي. فيلا بينا كده نبدا نشوف هنقول ايه. خلونا كده بقى نتكلم سريعا ومش هنطول قوي في الحلقه دي. اول حاجه عايز اتكلم عليه هو خط الدفاع. خط الدفاع انا شايف بالنسبه لي 3 لعيبه، لو عايز تشتري حد ممكن تروح لحد منهم. اول واحد مايكولينكو. ماتشات ايفرتون الجايه كويسه قوي. ايفرتون نفسها ابتدت تتماسك شويه اخر ماتشين، ان انت تكون عندك حد من دفاع ايفرتون وفي نفس الوقت بيزيد هجوميا، وهو السنه اللي فاتت عمل ماتشات كويسه قوي وكان فعال شويه هجوميا، فممكن مايكولينكو نفكر فيه. تاني واحد هو ديفيدز مدافع إبسويتش. ديفيدز أرقامه الهجومية كويسة جدا جدا، بيصنع كور كتير قوي وظهير خطير هجوميا، وهو الوحيد تقريبا اللي من دفاع إبسويتش اللي ب4.5 لوحده، فده يبين لك إن هو فعلا لا هو لاعب كويس وخطير وبيزيد هجوميا بشكل كويس. نفس الكلام برضو ماتشات إبسويتش الجايه ماتشات كويسه جدا. والاخير هو جافارديول. جدول السيتي كويس جدا، مبهر قوي، يغريك جدا ان انت تشتري منه لعيبه. وغير كده هم متوقع يمسكوا فورمه بقى بعد التوقف الدولي الثاني، فلو جافارديول حصل منه زيادات هجوميه لا هيبقى لاعب كويس جدا، غير الكلين شيت اللي ممكن يجي الماتشات الجايه بسهوله. طيب لعيبه الوسط، نخش على خط الوسط. خط الوسط اول واحد ايزي. انا حاسس ان وقته جه، واعتقد ان دي وقت استفاقه كريستال بالاس بقى، والاستفاقه دي هتبقى بقياده ايزي. فلو انت عايز تريسك في ايزي يعني ممكن جدا نروح له. غير كده كريستال بالاس ماتشاتها الجايه مقبوله نوعا ما. طيب تاني لاعب عايزين نتكلم عليه هو فودن اللي في غياب دي بروين متوقع جدا ان هو يرجع يلعب في المركز اللي هو بيحبه، اللي هو تحت المهاجم او رقم 10 ده. فودن ما بيحبش يلعب على الوينجين سواء اليمين او الشمال، فمع غياب دي بروين فودن هيلعب في الحته دي. وفودن لو انفجر، احنا عارفين انفجارات فودن بيجيب هاتريك عادي جدا، تلاقيه في ماتش قام جايب هاتريك، فعايزين ناخد الانفجاره دي كده من اولها يا عم فودن بالله عليك. تالت لاعب معانا هو برينان جونسون اللي شايط 16 كوره منهم 7 كور على الجول. ماتشه الجاي مقبول شويه، بيلعبوا على ارضهم هيبقوا عايزين يردوا وسط جماهيرهم، وخصوصا بعد اللي حصل ماتش برايتون اللي فات، فيبقوا عايزين حابين ان هم يردوا بنتيجه كويسه. وست هام مش فرقه قويه قوي وقادرين ان هم يتعاملوا معاه كويس ويكسبوا سكور، وخصوصا ان طريقه انجي الجديده لا طريقه كويسه وهجوميا مفيده جدا لاي حد في هجوم توتنهام. طيب نخش بقى على خط الهجوم، واول لاعب عايز اقوله هو ايزاك هو الرهان بالنسبه لي في الجولات الجايه، نفسي جدا اجيبه. هيلعبوا الماتش الجاي برايتون اللي بيلعبوا دفاع متقدم ودفاعاتهم بتبقى شوارع، وشفنا ده في ماتش تشيلسي، فمتوقع ان ايزاك وجوردن يعملوا حاجه كويسه الجوله الجايه. وغير كده المفروض بقى ايزاك يبتدي يمسك فورمه شويه، اعتقد ان هو الاصابه ريح فيها شويه، فمتوقع ان هو يجيب نقط كويسه الجولات الجايه. ديلاب ماتشاته كويسه، هو ماسك فورمه بقاله ماتشين. لو بتعمل وايلد كارد وعايز تجيب مثلا صلاح هالاند مش عارف بالمر، حد من بالمر وساكا مع صلاح وهالاند والميزانيه مزنقه معاك، ممكن تزق معاهم ديلاب عادي جدا، جدوله كويس بيلعب ورخيص وماسك فورمه. وود ماتشاته الجايه جميله جدا ومغريه قوي، عنده بالاس هوم وليستر سيتي وويست هام هوم، فثلاث ماتشات ماتشين على ارضهم. فوود برضو من اللعيبه المغريه قوي ان انت تجيبها في ال3 جولات الجايين. واللاعب اللي بعد كده هو سولانكي اللي بتصنع له فرص كتير جدا. سولانكي شاط 10 كور منهم 9 على المرمى، رقم مرعب ان انت تقدر تحول من ال10 كرات اللي شطهم 9 على المرمى. بس الرقم المرعب اكتر واللي مرعب بطريقه سلبيه ان هو ضيع 6 فرص كبيره، بس احنا عارفين ان ده مش سولانكي بيجيب كور ومهاجم كويس، فهو لسه هيجيب مستواه الجولات الجايه. فمتهيألي لو ما معكش حد من توتنهام خالص ممكن تفكر في سولانكي، وخصوصا ان هو مش عرضه للروتيشن قوي، يعني برينان جونسون ممكن يطلع، سون ممكن يطلع، ماديسون ممكن يطلع، انما سولانكي بديله ريتشارلسون، وريتشارلسون مش المهاجم اللي انجي بيحبه او اللي بيعتمد عليه. واخر بقى مهاجم عايز اقوله هو العشاق الريسك، لو انت واحد من اللي بيحبوا الريسك روح له هويلاند مانشستر يونايتد. انا مش هتكلم عليه، انا بس ده حاجه ريسك كده مني عشان لو ده حصل ما بقاش ندمان ان انا ما قلتوش. فاخر لاعب معانا في المهاجمين هو هويلاند. نخش بقى على الكابتنه. طبعا هالاند بيلاعب وولفز على ارضهم، صحيح ماتش بره ارضه بس وولفز وحشه جدا، وطبعا ده هالاند ودي السيتي، فمتهيألي كل الناس هتروح لخيار هالاند، وخصوصا ان بالمر وصلاح بيلعبوا بعض. ساكا في شكوك على مشاركته اصلا، لو لعب ممكن يطلع بدري. نفس الكلام على هافرتز، فممكن بقى يعني هالاند ده لوحده. ممكن بقى اللي بيفكر في حد من بالمر او صلاح او ساكا تمام. يجي بقى بعديهم بعد كده ايزاك خيار كويس جدا، فودن خيار كويس جدا جدا برضو، اي حد من توتنهام لو انت بتفكر فيهم خيار كويس. فالكابتنه الجوله دي هي يا اما تروح لهالاند يا اما تروح لحد ريسك، يا كده يا كده.
وبس كده، دي كانت حلقة الفانتازي معانا النهارده، حبة لعيبة كده ننصح بإن أنتم تجيبوها، أو لو بتشتروا حد ننصح إن أنتم عينيكم تبقى أولوية للعيبة دي والكابتنة. أتمنى ما أكونش طولت عليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ما تتفرجوش وتجروا. وبس كده، نتقابل إن شاء الله في الحلقات الجاية. سلام.